كايرو هاف ماراثون الاسبوع الجاي، وكلنا متحمسين لاحلى هاف ماراثون بيحصل في مصر. ممكن يكون في كتير منكم اول مره يجروا مسافه الهاف ماراثون. تعالوا اقول لكم شويه نصايح عن ازاي تضمن ان السباق ده يبقى احلى حاجه بالنسبه لك. اول حاجه، احنا فاضل لنا اسبوع بس على السباق، فبلاش هب. ده اسبوع نريح فيه، نجري فيه كريات ايزي قصيره وبس. It's better to be at the start line rested than to be at the start line ready. اللي ذاكر ذاكر خلاص. المهم ان انت لما تبقى على الستارت لاين تبقى مستريح. تاني حاجه، في الاسبوع ده احنا عايزين ناكل كويس، ناكل كربوهيدرات يعني رز، باستا، بطاطا، بطاطس. كمان زود على دي ان انت محتاج تنام كويس الايام اللي رايحه للسباق، علشان هتصحى بدري وهتعمل مجهود بدري جدا الصبح. تاني حاجه، وقت السباق انت ممكن تكون محتاج الكترولايتس او ممكن تبقى محتاج جيلز. الحاجات دي تعود عليها اليومين دول، علشان لو ما تعودتش عليها اليومين دول ما تروحش تجربها بالسباق، مش وقت تجارب جديده. وانت على الستارت لاين ما تقفش في الاول، اقف في مكان حاسس ان الناس اللي حواليك من نفس سرعتك علشان ما تتكعبلش وانت بتبتدي. ولما تبتدي ما تفتحش. انا عارف الناس بتسخن والناس بيبقى عندها حماسه قوي ان هم عايزين هوب يشدوا ولسه الدنيا في اولها والطاقه موجوده، بس ده هتندم عليه بعدين. شوف بقى الشوز اللي انت عمال تتمرن بيه هو ده الشوز اللي هتجري بيه في السباق. مش هنجيب شوز جديد دلوقتي، مش هننزل نشتري، مش هنجرب حاجه جديده. يوم السباق كمان افتكر ان انت تسخن على الاقل 10 دقايق قبل السباق. مش عايزين نشوف بقى هامسترينجز ولا حد عضله شده ولا كرامب ولا الحاجات دي. سخن كويس، اشرب ميه ونام وكل قبل السباق. استمتع انت مع كايرو رانرز في كايرو هاف ماراثون. احلى فايبس بتحصل في سباق في مصر. ارقص، اتبسط، اتكلم مع الناس، اضحك، شاور، شجع الناس اللي حواليك، اسمعهم، حط مزيكتك في ودنك. السباق ده جميل، استمتع بيه. هديكوا نصايح اكتر الفتره الجايه دي، عشان كده اعمل سبسكرايب دلوقتي. ولو انت ناوي تخش سباق وادي دجله تريل الاسبوع اللي بعده، برضه هديك نصايح عليه.